بشير التبعي طلع شريف إكرامي طلع هو بيتكلّم مع مهيب وبشير التبعي دخل عليهم مكالمة، فشريف إكرامي سوري إكرامي الكبير، كابتن إكرامي الكبير كان قاعد مع مهيب، فكان بيتكلّم كابتن إكرامي على تصريحات فيريرا وإن فيريرا برّه ما كانش مركّز في الماتشات وإن تصريحاته كلّها لازم يجيب فيها سيرة النادي الأهلي وبينتقد فيريرا، فجأة هوب! بشير التبعي سِخن، ما كانش معاهم في البرنامج، طلع عمل مداخلة ودخل إيه يا كابتن إكرامي؟ وراح داخل على طول بشير التبعي عمل بقى مداخلة أنا مش هاسمّعكم المداخلة كلّها، بس لَفَت نظري كام نقطة قالها شريف سوري بشير التبعي مع إكرامي، استغربت جدًا وحسيت إنه طبعًا كالعادة بيهزي وبيقول أي كلام. طبعًا أنا هاسمّعها لكم واسمّع الناس حتى الزملكاوية عشان يعرفوا دماغ الناس اللي بتتكلّم عنهم إزاي. يعني أنا لو واحد أهلاوي من عندي أو مذيع أهلاوي طلع قال الكلام الهبد اللي بيقوله ده، أقسم بالله العظيم ما احترمه، والله العظيم ما احترمه. طيب، أول حاجة إن إكرامي بدأ يتكلّم على فيريرا. وقال إن هو دايمًا تصريحاته بيجيب سيرة النادي الأهلي ومش سيرة النادي الأهلي والكلام دوّة وكده. طلع بشير التبعي بيقول له إيه، هو فيريرا أصلًا اتكلم عنكم في إيه؟ نسمع مدرب نادي الزمالك يتكلم ولا ما يتكلمش؟ هو مدرب نادي الزمالك يتكلم عن النادي الاهلي حاجه؟ ايوه اتكلم عن النادي الاهلي طبعا. بشير بيسأل بيسأل إكرامي الكبير هو مدرب نادي الزمالك اتكلم عن النادي الأهلي؟ فراح إكرامي بيقول له اتكلم، اسمع بقى يا معلم، إكرامي بيقول له فيريرا قال إيه عن النادي الأهلي؟ لا يا كابتن، لا معلش. الله، مش قال لك ان انا افضل من النادي الاهلي وتشوف الكلام ده في الملعب قبل مباراه السوبر؟ وقال لك ازاي النادي الاهلي ما لعبش الادوار التمهيديه وانا بطل الدوري والكاس؟ هو بطل الدوري والكاس فعلا، هو قال حاجه غلط؟ ايوه، طب ايه دخل النادي الاهلي نقول ان هو الثالث وما بيلعبش في الادوار التمهيديه؟ يا كابتن اكرامي ده انت حضرتك شفت الراجل ده بيتكلم بيقول كده يا كابتن اكرامي؟ ده كله كلام اعلام، الراجل ده اكبر من كده واعقل من كده. يعني الراجل ده اكبر من كده واعقل من كده. سامعين؟ معنى كده ان كل التصريحات اللي بيقولها في المؤتمر الصحفي لا 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 هو اتكلم الكلام ده في تصريحات في مؤتمر صحفي يا بشير حاجه، والكلام اللي بيتكتب في الاعلام حاجه ثانيه. طبعًا الناس قاعدين يفهموه يا ابني الراجل ده يا بشير قال لفريرا الكلام ده في المؤتمر الصحفي، وقال إن الأهلي إن أنا بطل دوري وكاس والأهلي إن أنا بطل الدوري والأهلي التالت بيلعب في الأدوار التمهيدية، وإن أنا بطل الدوري والكاس وإن أنا أفضل من الأهلي في السوبر، فبيقول لا، لا، لا ما قالش كده، الراجل ده أكبر من إن هو يقول كده، فالتاني بيقول له مهيب بيقول له لأ ده قال كده، وإكرامي بيقول له يا جماعة يعني الكلام اللي قاله ده كله غلط، قال له برضه بيصمم على المكابرة والكذب والتضليل، يا جماعة صوتك أمانة يا اللي بتتكلم في الإعلام. مصمم على الكذب والتضليل، ويرجع يقول لك إيه، أنا لا ما قالش كده، الكلام اللي بيتكتب حاجة في الإعلام ما تصدقوهوش واللي قاله حاجة تانية، يا بشير إحنا سامعين الكلام ده بوداننا، يا عم قال الكلام ده هو لا قافش إن هو فيريرا عمره ما اتكلم عن الأهلي ولا جاب سيرة الأهلي، يبقى أنت إزاي يا إكرامي يا كبير تجيب سيرة الزمالك؟ يا ابني ما أنت مدربك بيتكلم على الأهلي يا ابني. طيب نكمل يا جماعة في برضه حتة تانية عايز أسمعها لكم، نسمع يا حبايب قلبي. انت قلت اللي انت عايزه وهو يقول اللي هو عايزه. لا يا باشا، انا اقول انا يا كابتن مهيب اسمعوا. اتكلم على فرقتي زي ما انا عايز، انا اتكلم على ليه ما انت بتتكلم على الاهلي؟ حد بيقول لك ما تتكلمش على الاهلي؟ بتكلم على الاهلي بقول ايه؟ مش فاهم. ايا كان بتقول لا 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 خالص، لا خالص. بص يا بشير، النادي الاهلي بالذات انا عمري ما غلطت ولا تهكمت عليه. ايوه هو ما غلطش في يا نادي الزمالك. بشير انا ما تهكمتش على نادي الزمالك في شيء، لا انا ما جبتش سيره نادي الزمالك في شيء. طب هقول لك انا حاجه يا كابتن كل بشير. كلامي كان تصريحات المدرب. اسمعوا. ده ماسك فينا يا مهيب. يا كابتن بشير، ماسك فينا ايه مهيب؟ كابتن بشير، هو حضرتك ما انتقدتش موسيماني؟ في مين؟ قبل كده ما انتقدتش موسيماني؟ ما انتقدتش سواريش ولا سواريش؟ خالص. مين؟ طيب هو بقى بيقول له لا لا لأ أنا أتكلم بشير بقى، أنا أتكلم على فرقتي كزملكاوي أنا اللي عايز، لأن هو بيقول له ده أنت قُلت على إن الزمالك كان هيخسر بكذا جول من الأهلي في السوبر، ده كويس إن إحنا خسرنا 2 فقال له أنا أتكلم على فرقتي زي ما أنا عايز، لكن ما فيش حد بيتكلم عليّا. فمهيب بيقول له طب ما أنت بتتكلم على الأهلي، قال له لا أنا ما باتكلمش، إزاي ما بتتهكمش ما بتتكلمش على الأهلي إزاي يعني؟ والّا بتتهكم على الأهلي إزاي؟ يا راجل ده أنت ليّا فيديو أنا في صفحتي شوفوه، طلعت تقلل من فوز الأهلي على الإسماعيلي، والأهلي تعبان، والإسماعيلي ما عملش ماتش، وقعدت تنتقد في الأهلي وفي أداء الأهلي وتعك، تعك، 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 تعك. بلاش أنت يا عم، ده أنت قناة الزمالك 34 ساعة في ال24 ساعة بقى، يعني 34 في 24 ساعة شغالين زي ما سمعت لكم فيديو خالد الغندور بتجيبوا سيرة الأهلي عشان تبرروا تعادلكم مع إنبي تقوموا جايبين سيرة الأهلي.
فانت يعني ايه؟ انا عايز افهم، يعني انا زملكاوي اتكلم زي ما انا عايز، غيري ما يتكلمش على الزمالك؟ ايه اللي انت قاعد تقوله ده؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ هو انت ايه خلاص اشتريتنا تتكلم زي ما انت عايز وتقول لنا نتكلم في ايه وما نتكلمش في ايه؟ انت ايه يا ابني؟ ولا هو زنقك ولا انت متعصب؟ والراجل ما قالش حاجه، الراجل اتكلم عن تصريحات فيريرا، ليه مخليها تهكم ومش تهكم؟ اي كلام، والمصحف العظيم بشير ده بيقول اي كلام. طيب نكمل يا جماعه، نقول برضو ايه، نشوف بشير برضو ايه قال ايه برضو. معلش يا جماعه نحط لنا صورته بقى عشان. طيب نكمل يا جماعه نشوف بشير قال ايه. طيب اسمعوا بقى، دي الحته بقى اللي هي ايه، دي اللي عجبتني قوي قوي. نكمل. طيب مين سواريز؟ لا الراجل ده مصر كلها انتقدته، قلت سواريز. مدرب قليل. قلت سواريز ما ينفعش يدرب الاهلي. دي حقيقه. ها؟ دي حقيقه. بيقول له مهيب طب ما انت انتقدت سواريز وقلت سواريز ما ينفعش يدرب الاهلي، ليه مش عايز اكرامي انت؟ قال له دي حقيقه، لان سواريز ده مصر كلها انتقدته، هو مش مدرب النادي الاهلي وانت انتقدته، وزي ما انت بتقول هو بيمثل النادي الاهلي، زي ما انت قلت دلوقتي فيريرا بيمثل نادي الزمالك. اسمعوا بقى الحته اللي ايه، الهبدايه الجامده اللي جايه دي بقى اللي هي ايه، ده حوار لوحده. طيب هو بقى طب عايز ايه طيب؟ لا فيريرا بره التقييم واكبر من التقييم يا مهيب. فيريرا خلاص عدى القصه دي خالص بقى. ليه يعني ان شاء الله؟ اذا كان مورينيو بيقيم وجوارديولا بيقيم وكل المديرين الفنيين بيقيموا. لا الراجل ده اكبر من التقييم يا مهيب. بقول لك ايه، حد منرفزك؟ حد مزعلك؟ بيقول له فيريرا ده بره التقييم، اكبر من التقييم يا مهيب، فيريرا ده عدى خلاص، مفيش حد ينتقده بره التقييم يا جماعه. مهيب بيقول له طب مورينيو ليه يعني؟ قال له ليه يعني؟ انت متخيلين بيقول ايه؟ فيريرا بره التقييم. عارفين ايه القصه يا جماعه؟ هقول لكم ايه القصه. تعالوا بقى احكي لكم القصه. القصه كلها ان هو بعد ما طلع بتصريح ان كويس ان الزمالك ان الاهلي خرج بنتيجه 2-0 بس قدام الزمالك، فطبعا اتاخد على دماغه كالعاده من الناس اللي مسؤوله في الزمالك ومن الجمهور، اتاخد على دماغه انت عملت ازاي كده؟ انت ازاي تقول ان الزمالك كان هيفوز على الاهلي لما يلب طلع النهارده يتكلم اي كلام؟ يعني الراجل من كتر الهجوم عليه جات له هستيريا، اتصدم، بدا يعك. اول عكايه انا بضحك والله. اول عكايه هو لا فيريرا ما جابش سيره الاهلي في المؤتمرات الصحفيه، دي اول عكايه اللي احنا مصر كلها سمعتها، العالم كله مش مصر كلها. دي اول هبدايه. تاني هبدايه انا اتكلم على الزمالك كفرقتي لكن مفيش حد يتكلم عني ماشي، دي تاني هبدايه. تالت هبدايه يا جماعه ايه بقى؟ فيريرا ده فوق التقييم، فيريرا ده جامد قوي، فيريرا ده فتيك الفتيكات. كملوا كما كنتم، كملوا كما كنتم زي ما انتم، طول ما انتم كده